من اكتر المشاكل اللي بتقابل اي حد عايز يتعلم ويب ديفلوبمنت او بالتحديد فرونت اند هو ازاي يذاكر جافا سكريبت. ايه الخطوات الصحيحه اللي المفروض نعملها علشان نقدر نقول على نفسنا ان احنا بقينا جافا سكريبت ديفلوبر شاطرين؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. بص يا سيدي، تعالى كده نقسمهم 10 خطوات. ال10 خطوات دول لو مشيت عليهم وفهمتهم كويس اوعدك ان شاء الله ان انت تبقى جافا سكريبت ديفلوبر شاطر جدا. الخطوه الاولى ان انت لازم تقرا كويس عن الهيستوري بتاع الجافا سكريبت، مين اللي عمل الجافا سكريبت وعملها ليه، الكونسبتس الموجوده في الجافا سكريبت ديت جت من انهي بروجرامينج لانجويجز كانت موجوده في الوقت دوت بالتحديد، ايه دور الاكما في القصه ديت. كل الحاجات دي انت لازم تكون فاهمها كويس جدا او على الاقل عندك اوفر فيو عنها. الخطوه الثانيه ان انت تبدا تتعلم اساسيات البروجرامنج الطبيعيه في الجافا سكريبت، السنتكس بتاعها، اللوبس، الكونديشنز، الداتا تايبس، الاريز وهكذا. عادي خالص، خد وقتك براحتك في الخطوه دي. الخطوه الثالثه اعتقد دي اهم خطوه في ال10 خطوات، ان انت لازم تقعد تحل مسائل كتير جدا 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 في الجافا سكريبت، زي مسائل البروبلم سولفنج اللي كنا بنحلها مثلا في السي بلس بلس كده. الخطوه دي انت هتحس ان انت مش فاهم اللي انت بتعمله دوت فايدته ايه او ايه علاقته باللي احنا كنا بنتعلمه قبل كده زي ال HTML وال CSS مثلا، بس الخطوه دي تقريبا هي اهم خطوه في ال10 خطوات كلها. بعد الخطوه ديت بقى في بعض التيبس والتريكس الموجوده في الجافا سكريبت زي الهوستنج مثلا، زي سيلف انفوكد فانكشن مثلا، زي قصه الاستورج، يعني الجافا سكريبت تقدر تاكسس ايه من الاستورج ديت وتشتغل عليهم ازاي زي اللوكال ستورج مثلا وغيرها. لازم تفهم القصه ديت، ودي اعتبرها ان هي الخطوه الرابعه. الخطوه الخامسه ان انت لازم تتعلم جزء الايسينكرونس بروجرامنج الموجود في الجافا سكريبت. اتعلم ايجاكس، بس اتعلم ايجاكس من غير جي كويري وتعلمها من غير اي مكتبه، اتعلمها نيتف كده واعرف كل ميثود فيها بتعمل ايه بالظبط وكل بروبرتي فيها بتعمل ايه بالظبط وايه دورها. بعد الخطوه ديت الخطوه السادسه ان انت تبدا تتعلم دوم وبوم، ودي من امتع واحلى الخطوات اللي موجوده في ال10 خطوات دول. بعد كده ابدا اتعلم كل الايفنتس اللي موجوده في الجافا سكريبت وايه الفرق ما بين كل ايفنت والتاني، واقدر استخدم كل ايفنت امتى وايه علاقتهم ببعض. الخطوه الثامنه بقى ان انت تبدا تدخل على الاكما سكريبت 6، وللاسف دي اهم خطوه او خطوه مهمه جدا جدا جدا، وخد وقتك جدا جدا في القصه دي. والاهم بقى ان انت وانت بتتعلم اكما سكريبت 6 ان انت لازم تكون فاهم كل حاجه موجوده في الاكما سكريبت 6 اتوجدت ليه بالظبط، وكانت بتحل انهي مشكله موجوده قبل كده. احنا كان عندنا ايه علشان كده عملنا البروميس، كان عندنا ايه عشان كده عملنا الارو فانكشن، كان عندنا ايه عشان كده عملنا الماب وهكذا. طيب بعد كده ابدا بقى اتعلم الاو او بي بتاع الجافا سكريبت. انا رايي ان انت تتعلم الاو بي بتاع الجافا سكريبت اللي هو ما قبل اكما سكريبت 6 وما بعد اكما سكريبت 6 مع بعض. افهم بقى ايه البروتوتايب الانهيرتنس دوت بشكل لطيف جدا، اعرف الاكما سكريبت 6 عملت ايه، هل الجافا سكريبت بقى هي او بي بروتوتايب بيزد ولا كلاس بيزد، الاستراكشر بتاعها من جوه بيمشي ازاي. لازم تقعد كويس جدا جدا في الفتره دي او في الجزء ده، لان ده جزء مهم جدا جدا. بعد كده ابدا بقى اتعلم بعض التريكس زي مثلا بابل او زي ويب باك، او اتعلم مثلا الان بي ام، اعرف ايه هو الان بي ام دوت وايه الكومنز اللي فيه وهكذا. في الاخر خالص ممكن تعمل بروجكت لطيف كده لامم كل اللي احنا اتكلمنا فيه دوت، تستخدم فيه اي بي ايز، دي هتبقى حاجه لطيفه جدا. ممكن تعمل كراد اوبريشنز بالاي بي ايز، وممكن كمان تعمله باركتكتشر لطيف خالص، ممكن تستخدم فيه ديزاين باترنز زي الام في سي او كده. ده هيبقى حاجه لطيفه جدا في السي في بتاعك، تلم كل النولج او السكيلز بتاعتك بتاع الجافا سكريبت. ده كان موضوع فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.